انت بعدين دار تمشي تتكسب وتمشي تختلق لك مشكله بطوليه للنظام القادم، انه انا كنت ضد البرهان وعشان كده ابعدوني وحرشوا لي الغرف. امورك اللي كنت بتعملها الغحات دي ما تسويها لنا. شغال عمرك كله مع الكيزان. الكيزان عملوا لك ما فتح لك جريده، الكيزان ما فتح لك غنى، لكن لانه مؤهلاتك زيرو بتيجي في اخر لحظه بتصطنع الموضوع. انت لانك فاشل بتيجي تصطنع الموضوع. انا خليته ورميت الورق وانا اقدم استقالتي. بتحب الشو، مريض، ما لانك مريض. اي حته لازم تعمل فتنه وكواريك وعامل فيها عنقالي، عامل فيها عنقالي. الحته دي داير زول دبلوماسي يوزن كلامه. الليل العالم كله بيتكلم انه وزير الاعلام في حكومه السودان اتهم الشعب السوداني انه بيدافع عن القوات المسلحه بالقروش، لانه انت ما عندك زول استشهد ولا عندك زول مشى القوات المسلحه ولا عندك مستنفر، وفاكر الناس كلهم بيشترون زيك زي جروباتك اللي عملتها وما نفعتك، زي جروباتك اللي عملتها وما نفعتك. وانا كلمتك قلت لك السكه دي عطش وما بتقدر. والله الداير يدعم القوات المسلحه درب واضح. انت الشقيت صف البلابسه، وانت اللي عملت الجروبات، وما انت اللي مشيت وسوست لكامل ادريس. كامل ادريس كان بيسمع صوت الشارع، كامل ادريس كان بيسمع الناس. بنرفع له شكوى ثاني يوم بنلقاها في وكاله السونه، بنرفع له شكوى من هنا. مشيت قعدت توسوس له، حيخسر عليك، حيفعلوا لك. حسيت وديته في 60 داهيه. ما حتمشي براك بالمناسبه، انت وكامل حتمشوا وكل المعاك دي، والله ما حتمشي براك. واحنا ردينا الشيطان. انت قايل روحك ما مفروضه علينا فرض، ما مفروضه. اسل برهان ده لو خدت البوري بتاعه ده في منصبك ده ما كفايه بدون ما يظهر هو ذاته يتكلم. لو خدت بس البوري حقه ده بس في وزاره الاعلام ما بتمشي دغري؟ ما كانت ماشيه وزاره الاعلام. 3 4 مراسلين من الميدان، عثمان مكاوي، السلمابي، كردفاني، احمد شاكر، منتهى الموضوع. عملت شنو انت بالاتش دي بتاعتك دي؟ تلفزيون والغنى. اسمع يا حجه، قال شنو تاني الصعلوق ده؟ يا اخي والله العظيم احرج احمد طه ده احراج ما طبيعي. لكن انا مع الوزير انا عارف، انا متشكك ان انت ممكن تقول لي اسماء، لكن هل فعلا الان هناك من يدافع عن الجيش علشان الاموال، وهناك النائحه المستاجره كما قلت والاقلام التي تشترى؟ هناك هؤلاء الناس؟ نعم. هل تحب تعرف لي؟ يا اخي ما فيها حاجه. الزول اللي اشترى الاقلام دي دعما للقوات المسلحه ده منو عليك الله؟ ده زول مفتح بالمناسبه. تخيل انه الاقلام دي والاصوات دي في بدايه المعركه كانت كلها مع الدعم السريع. الزول اللي عمل العمليه دي للجيش والله ما قصر، لكن انت تتذكر انه الجيش ده كانت قيادته محاصره، وانه الشعب السوداني ده ما كان عارف قايده وين، وانه الناس دي لما اعلنت استنفاره ده ومشت المعسكرات تممت من روحها ما كان في سلاح، ما كان في ذخيره، وانه الناس دي لما طلعت في جمعه الغضب انت كنت ما في، وانه الحاجات اللي غيرت المشهد ده عمل الشعب السوداني وهو الدفع للقوات المسلحه القروش، هو اللي كان بيحرك المتحركات، وهو اللي بيودي الخيرات للمعسكرات ده عشان تتفتح. ناس فتحت المعسكرات بجيوبه. جاي انت الليله تقول انه الجيش اجر ناس؟ الجيش اجر ناس؟ انت قال الجيش ما عنده ناس يعني ولا شنو؟ يصل مرحله انه يستاجر وتقول له نعم؟ بيسالك يقول لك الجيش استاجر ناس يدافعوا عنه تقول له نعم؟ ده ما دورك انت. تجيب لنا قناه النيوز ويك، تجيب لنا النيويورك تايمز، تجيب لنا. مش جبت لنا واحد بريطاني قال انا كتبت مقال وهو شافه وقال حاجه يصلحوا العربات. كتبت مقالك وين انت يا صعلوق؟ الموقع انا سالتك الموقع اللي كتبت فيه وانت ما قدرت تتكلم. ميكانيكي البريطاني جه يصلح العربات ده شافه وين؟ ده ما كوربشن. انت مشيت راسلته لانه قاعد في بريطانيا. انت لابس القضيه دي.